مساء الخير حبايب قلبي، أتمنى يا رب يكون كله بخير وصحة وعافية. نبدي يومنا بالصلاة على محمد وآل محمد. اليوم داريد أسوي لحمة بعجينة وفطائر، قلت أنزلها لكم تستفادون منها بطريقة مضبوطة 100% وتنجح يعني. وأصلا ما راد لها شي، هي هماتين سهلة. إذا حابين تعجنوها بيدكم أو عندكم عجانة بعد أحسن. هنا خليت أنا استخدمت كيلو طحين، خليت عليه ملعقتين روبة، خليت عليه خاشوقتين شكر، خاشوقة ملح، خاشوقة مليانة خمرة، خاشوقتين حليب العفو. وعندي بيضة أخذت الصفار مالتها، قلت أتنبي الوجه خليت بس البياض. العجينة أخذت من عندي قلاصين مي، نص قلاص زيت. خليت المي أول كوب شفتها تحتاج، قمت أضيف شوية شوية. الزيت خليت نصه بالبداية ونصه بالنهاية حتى يلم لي العجينة. شوفوا هنا خليت النص الباقي حتى يلم العجين، يلم لي إياها وتبقى طرية، تبقى هشة يعني. حتى انتوا إذا تعجنوها بيدكم هم خلوا الدهن نصه بالنهاية حتى ما تشلع قلبكم باللم، لأن هي شوية تصير دبقة يعني تلزق. خليت العجينة على صفحة، خليتها تختمر، ما تاخذ هي وقت نص ساعة يعني كاملة تلقونها. هنا حضرت لحم تقريبا أقل شوي من نص كيلو، خليت عليه ورق غار وكركم بس. خليت على النار من النار لحد ما ذب مية ونشف، ما خليت عليه أي مي، هو سواء مالته ذباها ونشف. خليت عليه زيت خاشوقة تقريبا، لأن أنا عندي اللحم كلش دهين. خليت عليه راس بصل ثرمته ناعم بيدي، وفلفل ناعم هم ثرمته بيدي. إذا تردون ترمونه بالمحضرة مال الطعام عادي ماكو أي إشكال. خليت عليه ملح، وخليت ماجي كلش طيب، ينطي نكهة طيبة ومميزة يعني. عندي طماطة واحدة كبيرة قشرتها وترمتها ناعم، خليتها فوق اللحم. منها لحد ما نحمس حمسة زينة أضفت عليها الطماطة، هم خليتها شوية تتسبك وياها ونحمست حمسة زينة. خليت خاشوقتين معجون، خليتهم بنفس الطاوة بس على صفحة حتى أحمسهم على راحتي. حمستهم شوي وخلطتهم مع اللحم هماتين، رجعت حمستهم. وراها ضفت خاشوقتين كاتشب، وخاشوقتين دبس الرمان، وخاشوقة ليمون عصير تعصرونه، وعندكم هذا البطالة الجاهز عادي ماكو أي إشكال. تخلونها على النار شوية تتسبك، تضيفون وياها نص كوب مي حتى شلون يعني تتجانس المواد كلها من تضيفون المي، ويصير بشوية صوص هم، وينطي طعم كلش طيب. لأن هذا المي من راح تخلونه يعني راح المواد كلها تندمج سوا، فيصير بها طعم كلش طيب. خاصة هاي الحشوة إذا سويتوها قبل يوم أو يومين تخمرونها يعني يصير بها طعم كلش طيب، يعني راح يصير طعمها مميز. أنا اليوم سويته وقلت أنزلها لكم والله بين ما كملت الفيديو. أنا طبعا الفيديو كله سرعتين كله صار طويل، بس حبيت أشاركها وياكم حتى هم تستفادون، هم إذا واحدة عاجبتها يعني تسويها تدخل تشوفها، يعني ما راد لها هي شيء وطيبة، وأتوقع الكل يحبونها صغار وكبار. أنا كاميرتي كلش ظالمة يعني ما تبين، ما دا يبين أبد اللون أو اللمعة، ما أعرف كلش ظالمتها يعني. حرامات أقول أنا شكلها يخبل يطلع، خاصة المعجنات حتى من سويت أشكال ومتخبل اللحمة بعجين تخبل طلع شكلها، ما أعرف بس الكاميرا حيل تظلم. بالأخير قبل لا أرد أطفي بشوية خليت عليهم كرفس، خليتهم حمستهم حمسة زينة، خليت شوية نشف من المي، بقى بيه صوص قليل كلش. طفيت عليهم النار خليتهم على صفحة. رجعت أسوي حشوة مال للفطائر بالدجاج، سويته بصدر الدجاج. عندي صدر دجاج غسلته ومقطعته ناعم هم، ما خليت عليه مي لأن هو من غسل يعني دب السوائل مالته والمي.
خليت عليه 2 قرنصل و2 حبات هيل وورق غار كركم وكاري، هذول التوابل خليتهم. وخليت عليه خل أبيض خاشوقة وعصرة ليمون هذا أو ليمون للطالع عادي. خليتهم راح ينطونا طعم كلش طيب وحموضة على مالح، يعني كلش طعم طيب. خليتهم ماجي، أكيد ماجي نضيف احنا ماجي خليتها. خليت اني راس بصل وراس فلفل، ما كثرته هواية، خليت يعني هو شلون حشوة يعني بعد احشي بيه اني. هنا خليته من ناحية مذبي سواء شلون نشف وحده. خليت عليه خاشوقتين تقريبا دهن، لان انا ما اريد هواي يصير بيها الدهن لان هي حشوة يعني. ورشة ملح، ضفت عليه الفلفل والبصل والماجي، خليتهم ينحمسون حمسة زينة على راحتهم من النار لحد ما ذبل البصل وذبل هاي الفلفل. ضفت عليهم خاشوقة دبس الرمان، العفو، كلش طيبة، تنطيها طعم ولون يعني طيبة كلش تنطيها طعم. خليها انت من راح تخليها راح عبالك تذب سوائل يعني، او فيها شوية تتسبك على راحتها، او اذا حابين تخلون كرفس خلون، ما يعجبه عادي. احنا لا يحبون كلش الكرفس. فخليت كرفس وياها شوية من لحد ما سبكت على راحتها ونشف، شفتها كلش ناشفة يعني. طفيت عليها النار. طعمها كلش طيب يعني، اتمنى تجربونها. طيبة هي والحشوة مال اللحمة بعجينة كلش طيبات. العجينة شي ثاني والله، تنفع لكل المعجنات، شنو عاجبكم تسوونها سووها عادي. حبايب، هنا يعني خلصت الحشوة وخلصت جهزتها، والعجينة عندي اختمرت، صارت تخبل هشة تخبل. خلصت هنا كلها، كملت المواد. اي حبايب قلبي، كملت هنا المواد كلها وخليتهم. اتمنى من عندكم حبايب شوية تشجعوني تنطوني مثل ما انطيكم. اريد من عندكم كل من يشوف الفيديو اتمنى يعني تدعموني حتى انزل لكم اللي يعجبكم الشي ترجونه. ما اعرف انا بالنسبه لي شنو يصير قدامي دا اصور لكم، بس اتمنى تستفادون، لان والله دا انزل لكم وصفات كلش مضبوطه يعني، انا دا استخدمها ودا ابيع منها يعني باب رزقي. فاتمنى من عندكم تدعموني حبايب قلبي. هنا شوفوا لي العجينه شلون صارت تخبل قطنيه يعني، ما حاجه لا شيبك لا شي. انا قبل دهنت الصينيه وكورتهم بايدي، خليتهم صغار وعفتهم شوية ارتاحوا، واجيت فتحتهم باطراف اصابعي يعني ينفتحون وياك بكل سهولة. تخبل تردونها انتو بعد اخف، تردونها امتن عادي. اني شفت هذا الحجم كلش كافي كلش مناسب يعني، ما يحتاج بعد امتن ولا اضعفها. فتحتهم كليتهم، وزعت الحشو عليهم بالتساوي وخليتهم. اني هنا عندي زيتون، هذا العلب كلش طعمه طيب يعني، شوية بحرورة وهماتين ينطي نكهة طيبة. خليت يعني كل لحمة بعجين وحدة، ما خليته هواية. بس طيب يعني، وهم شكل وطعم طيب ينطي. ايه حبايبي، خلصت من عدها خليتها بالفرن. الفرن قلت لكم فرني حامي، يختلف عن كل فرن يعني. حامي مالتي اني حار اصلا، الفرن مالتي كلش حرارته عالية. شغلة شنو، من ردت اخلي الحشوة يلا شغلت الفرن يعني، ماكو دقيقتين دقيقة هيجي شغلت الحشوة. اما اللي لا فرن ناصي اكيد لازم يشغلها يعني قبل ب5 دقائق تقريبا، حتى ما تنفش قبل عندكم العجينة. اني فرني قلت لكم عالية حرارته، فقبل يعني اخليه هو حار، لان اذا احميه وارجع اخليه بسرعة راح تستوي، فما تطلع يعني ما تطلع قطنية، لا بسرعة تستوي من فوق ومن جوا. خلاص اني شغلته بس من فوق، هي ما تاخذ وقت هواية، ماكو 10 دقائق لا هواية، 10 دقائق بسرعة تاخذ لون، لان هي مختمرة ورجعتي انتي خليتيها ترتاح. فبسرعة يعني ماكو، بس تنفش عندك خلاص. طفيتها من جوا وماكو من فوق دقيقة دقيقتين بس اخذت لون، طفيتها.
كلش طيبة طلعت، طعمها كلش طيب، خاصة الحشوة يعني طعمها مالح على حموضة، يعني كلش طيب. وأنا قلت لكم إذا تردونها قبل يوم تسوونها تخمرون الحشوة بعد تطلع فد شي ثاني. أتمنى تجربونها، يعني صدق أتمنى تجربونها وتنطوني رأيكم بيها. هاي هنا اللحمة بعجينة عندي كملت، صارت هي والله هواي خير من الله، بس أنا سويت وجبات. وجبة غلفتهم وطميتهم، وجبة أكلوها، ووجبة ما راح أغلفهم والله. هنا القسم اللخ مال سويته فطائر بالدجاج، قلت لكم اني سويته صار طعمه كلش طيب ومنفشه، يعني كلش حلو. شوفوها شلون منفشه، يعني طرية كلش، من تاكليها تموع بحلقك، كلش طيبة. أتمنى حبايب قلبي عجبكم الفيديو، أتمنى تدعموني حبايب قلبي. لهنا أترككم في أمان الله وحفظه، مع ألف سلامة.